الإسلامي من أيام محمد علي تم إبعاده وإقصاؤه عن المشاركة الحقيقية في صياغة مستقبل مصر أو حاضرها. من أيام محمد علي أول من أطاح بمن ولوا الحكم من علماء الأزهر فأقصاهم. ثم بعد ذلك في دستور 23 لم نرى تكوين أي حزب إسلامي. ولما الشيخ حسن البنا نفسه ترشح في سنة 1942 وأبدى رغبته في الترشح، أرسل إليه بشكل قاطع وتهديد واضح: إما أن تختار ما بين الجمعية الأهلية التي تعمل فيها، وإما أن تترك هذا الترشيح. وترك الرجل الترشح وآثر أن يبقى في اتجاه العمل الدعوي. جمال عبد الناصر في ثورة 52 وضع جمال عبد الناصر الإسلاميين في السجون وأعدم منهم من أعدم. وفي عصر السادات جاء السادات فقرر أن لا يجوز تأسيس أي حزب على أساس ديني، وكان هذا من أكبر أخطاء السادات. الرئيس السادات له مواقف كبيرة كقرار الحرب، وله مواقف فيها أخطاء جسيمة، منها هذا الخطأ الجسيم. لماذا؟ لأنه بهذا القانون جعل التيار الإسلامي برمته خارج المشروعية القانونية. بمعنى إذا ما أردت أن تترجم رسالتك من خلال السلطة غير مسموح لك أنك تؤسس حزب تعمل من خلاله. فبالتالي تم إقصاء التيار الإسلامي من العمل القانوني بهذا القانون اللي هو قانون الأحزاب. وجاء بعد ذلك السادات بقرار التحفظ الذي تم فيه اعتقال 1546 مواطن مصري من كافة الاتجاهات ومن كافة الفاعليات القيادية في البلاد،